شكرا يا ريس. اسمح لي أن أتقدم باسمي وباسم الهيئة البرلمانية للمصريين الأحرار وباسم لجنة حقوق الإنسان بالتعازي للشعب المصري العظيم في هذا الحادث الأليم الذي راح ضحيته أبنائنا وبناتنا ريس، وأيضا حادث شارع الأهرام الذي راح ضحيته أبناء الشعب المصري أيضا. يا ريس، أنا بخاطب هنا زملائي التشريعيين وبقول مش الحكومة المسؤولة عن أمن المواطن المصري، إحنا المسؤولين، إحنا المسؤولين ومقصرين. لأن يا ريس لا يمكن يكون في برلمان في العالم يسمح أن تكون هناك جماعة إرهابية تحاكم 5 سنوات أو 6 سنوات وتصدر التعليمات من داخل السجون بقتل المصريين. أنا بقول يا ريس إن هذا البرلمان إن لم يكن له وقفة حاسمة على الأقصر خلال هذا الأسبوع، أنا مش هتكلم أقول إزاي، مش هقول هعدل الإجراءات أو محاكمات عسكرية، ولكن أنا عايز القصاص لأمن هذه البلد اللي هو على المحك. إحنا الاستهداف ده يا ريس هدفه الفتنة والوقيعة. أنا طول اليوم امبارح في الكاتدرائية ما شفتش واحد من إخواننا المسيحيين اللي بيقول أمن مصر، إحنا بنقدم تضحيات من 7000 سنة، أمن مصر أهم حاجة يا ريس. البابا امبارح بالرغم من تماسكه وبالرغم من حكمته، ولكن مشاعر الحزن على أبنائه ومشاعر الغضب على ما يحدث من الجماعة الإرهابية. يا ريس، المجلس لازم ينعقد حتى صدور قانون يحاكم هذه الجماعة الإرهابية لأمن مصر الذي هو على المحك. شكرا يا ريس.